وكان له زاوية وضريح على الضفة الغربية للخليج مباشرة على مقربة من جامع الظاهر، وليس ببعيد عن مسجد سيدي عبد القادر الدشطوطي بباب الشعرية، لكنها أزيلت. وقيل أن له عدة زوايا أخرى باسمه في القدس ودمشق وبعل مكة وحماة وحمص. نعود لجامع الظاهر محور حلقتنا، حيث أمر الظاهر بيبرس بجلب أمهر البنائين والمهندسين وتوفير مواد البناء اللازمة كالخشب والرخام من كافة أنحاء البلاد. وتولى عملية البناء الصاحب بهاء الدين بن حنا، والأمير علم الدين سنجر السروري متولي القاهرة. وقد استخدم في بنائه بقايا هدم أبراج وقلعة مدينة يافا، والتي كان قد تسلمها بيبرس من الفرنج، فدمرها وأشرف على ذلك بنفسه. وحملت أخشاب القلعة وألواح الرخام التي وجدت بها على ظهر مركب من يافا إلى القاهرة، حيث استخدم الخشب في عمل مقصورة الجامع والرخام بمحرابه. وانتهى العمل في البناء فكان غاية في الروعة والحسن، ورتب له خطيبا حنفي المذهب. وقد شهد العهد المملوكي اهتماما بهذا الجامع، والذي لم يشهد عهد المماليك البحرية الجامعا في اتساع رقعته، فعنى به الملك الظاهر جقمق. لكن مساحة الجامع والتي قاربت 3 أفدنة كانت بمثابة حجر عثرة في سبيل العناية به بشكل مستمر في العهود التالية، فأهمل شأنه في العهد العثماني لعدم كفاية المخصصات المالية للقيام بذلك.